في حاجة ما حد ركز عليها بالموقف اللي انتشر أمس اللي حصل بشبوة، ما حد ركز عليها. انتشار المقطع لحكمة من رب العالمين، انتشار المقطع لحكمة وعدل الله راضي به. أنا طبعا شاهدت الفيديو أمس، شاهدت المقطع وأنا كنت في زحمة وكذا، ما كنت أسمع إيش يقول ولا أنا داري إيش القصة، بس وجعني قلبي والله، الموقف زفت. المهم لما روحت وشفته وسمعته، يا الله يا الله والوجع والقهر. لما شخص يجيك منكسر أعزل ويقول أنا مظلوم مظلوم، بغض النظر عن الموقف بعد ما قد مددوه، هذا قبله عدود يتكلم. يا أخي ما بش رحمة، ما بش إنسانية. إنسان جاك راكع مسلم رقبته لك. المهم اللي اشتي يقولها لكم ان رب العالمين طهر ذا الشخص، دي ما ركزتوا عليه، ان رب العالمين طهر ذا الشخص باحاج، ذا الرجال اللي قتل، مهما كانت قصته وكيف ما كانت، ربي قد طهره بالقصاص ونجسهم، نجس ذولا قبيلة آل الأسود بموقف مخزي لا ما تقوم الساعة، ما بيقدروا يتجاوزوه. أماتهم الله وهم أحياء. بذا الموقف أنصف الله ذا باحاج طهره وانصفه من ذا القبيلة لا ما تقوم الساعة. يعلم الله والله إن يعلم الله وش قد سوت ذا القبيلة، لا مخزاهم الله بفعل فاعل منهم، بواحد مصور منهم أخزاهم الله بذا الموقف وخلاه عيب في وجوههم لا ما تقوم الساعة. مدري وش قد سوت ذا القبيلة. المهم الموقف والله موجع ولا ندري وش بقول وش أخليه. المهم ذا الموقف والعيب يخص ذا القبيلة بعينها، تمام. شبوة غنية عن التعريف، ودي قد صاحب ناس من شبوة عارف كيف رجالتهم ومعرفتهم وقبيلتهم، الصدق ناس مجربين ومن أعسر قبائل اليمن. طبعا أنا لما شخص يجيني بذا الانكسار وأنا مغلوب باخذ حقي يا أخي، أخذ حقي بشرف، أخذ حقي. قد جاء مسلم رقبته، أقل شيء بقول له يعني لا قد أنا ذاك القاسي وقد سلموه لي. طبعا العفو عند المقدرة، هذا ما هو، هذا حق الرجال وانتم بعيدين عن الرجالة. العفو عند المقدرة هذه ما يقدروا له الا كم من رجال وانتم بعيدين عن ذا الشيء، ما قلنا هذا الشيء. قد انا ذاك القاسي بقول سلموه للدولة، داري انها بتطول بالدولة يا اخي، بندقك سوي لك ركعتين اوصه افعل ايش ما تشتهي، قد بندقك، هذا اخر قرار، تمام. واش اللي حقي بموقف مشرف، ولا اصور ولا هين نفسي. تصور ليش؟ تصور ذا الموقف المخزي، يعني يزعم ان انتم رجال ذا الموقف، وبالبنادق ورجال على اساس على ثوار، وذا يجي له من هنا وذا يكتم لقفاه على رجال اعزل. اخزاكم الله ما اجبنكم وما احقركم، على رجال اعزل تفعلوا ذاك الموقف وتحوطوا على وجه قدوم سلم رقبته، خلوه يتكلم، خلوه يتنفس. طبعا الموقف الله يعينها له على شوفة الموقف، لكن يفهموا ويعرفوا ان الموقف فيه خزي وانتصاف لولدهم. اهل ذي باحاج ذي راح الموقف والفيديو دي انتشر، والله ان فيه انصاف لكم ولولدكم لا ما تقوم الساعة. بخزي وعار ما بيقدروا يتجاوزوه ذا القبيل، وبخصوص ان الرجال قتل ما قتل ويش، بغض النظر عن ايش كانت قضيته وايش تفاصيلها، تمام. احنا ما برأنا ولا قلنا غلط، لكن شل حقك، لك حق شله بشرف، وربنا يصلح الشأن ويصلح حال العباد والبلاد. والله ما عاد نسمع الا من ذول الشومات، لكن ان شاء الله بعد كل هذا الضيق، بعد كل هذا الوضع الزفت، ان ربي يفرجها على كل الشعب. تحياتي للجميع.